لا تشعر أبدًا أن الأديب طه حسين كان رجلًا ضريرًا، وإنما حينما تدخل وتقرأ كتبه وتدخل في عوالمه وتجده يصف لك الأمكنة ويصف لك الأزمنة ويحدثك في التاريخ ويحدثك في الأدب ويحدثك في الشعر ويحدثك عن الشعراء وعن الأدباء وعن الأبطال وعن التاريخ ويحذرك من الشر ويدلك على الخير. تستغرب، تقول تنسى نفسك وتنسى أن الرجل هذا ضريرا، وإنما تشعر أنه يرى مكان عرش كامل. فطه حسين فعلا رجل معجزة، والذي حققه ليس بالسهولة، لا سواء على مستوى الشخصية ولا على مستوى الثقافة، وإنما تربعه على عرش الثقافة لزمن طويل وإلى يومنا هذا ليس بالصدفة.